نجوم كتير اتعلقنا بيهم وبقينا بنقلدهم، كل ما يلبسوا حاجة بتطلع ترند وكتير مننا بيروح يشتريها. ممكن صورة تبقى على انستجرام او مشهد في فيلم بيغيروا حياتنا، كذلك الموضة بقت جزء كبير من حياتنا. مش شرط نلبس غالي زي الفنانين، لان الموديلات اللي بتطلع موضة بسببهم المصانع المحلية بتصنع زيها بس بأسعار اقل. وعندنا امثلة كتير قوي زي ما حصل في 1996. فاكرين البدلة البيضاء بتاعت عمرو دياب في كليب حبيبي يا نور العين؟ تقريبا مفيش قعدة على البحر او مناسبة مهمة الرجاله ما لبستش فيها الطقم الابيض برضو زي عمرو دياب. وبقى يقولوا للترزي انا عايز بدله زي بتاعه الهضبه، وفضلت البدله ترند سنين طويله. واكيد فاكرين البلوفر السماوي في ابيض في اسود اللي لبسوا الهضبه في كليب تملي معاك سنه 1999، وبعدها طلع موضه لسنين طويله وتقريبا ما فيش شاب في مصر ما لبسهوش. بس على فكره البلوفر ده وراه قصه طريفه قوي. انتوا متخيلين ان العين ما ولدش الكفر؟ لكن ولد ترند غير مقصود في بدايه الالفيه. كليب تملي معاك كان من اخراج شريف صبري، وفي يوم من الايام كان متحدد ميعاد للتصوير، وبعد ما راح عمرو للوكيشن التصوير طلب شريف منه ياجلوا ميعاد التصوير، لكن عمرو رفض وقال انا عايزه صور دلوقتي. فوافق شريف وطلب منه يغير البلوفر اللي هو لابسه، ولكن رفض عمرو وعاند وقال له لا انا هصور بالبلوفر ده ومش هغيره. وقد كان، وبقى البلوفر الاشهر في الوطن العربي تقريبا. وكمان بعد نزول كليب ليبي داري كده البنات بقت بتدور على فستان احمر يكون شبه اللي لبسته روبي في الكليب، كان مختلف وجريء. وفي 2005 طلع لنا موضه الجواكت الجلد السوداء القصيره، وده بسبب احمد حلمي. فاكرين مشهد لما راح يقدم على شغلانه البادي جارد وكان لابس جاكيت اسود؟ ومن بعد الفيلم ده الكل بقى يدور عليه، وتقريبا محلات وسط البلد كلها كانت معلقه يفط مكتوب عليها جاكيت زكي شان ب 150 جنيه. وفي اللي كان بيفصله عند الترزي برضه. وقعد الجاكيت ده موضه لسنين كتير وفضل رمز للشباب الجدعه ولاد البلد الناس البسيطه. في 2020 انتشر اللون الفوشيا في لبس البيت بسبب ياسمين صبري. بمجرد ما نزلت صوره ليها بترنج لونه فوشيا وهي قاعده في الجنينه، الصوره ضربت في كل حته، وتقريبا اللون الفوشيا بقى اللون الرسمي لكل البنات في الوقت ده. والمحلات اتملت بالترنج ده، والبنات اللي لبست واشترت الترنج بقوا ينزلوا صورهم بيه هم كمان ويكتبوا feeling like ياسمين. ده غير لوكات دينا الشربيني اللي على البحر مختلفه. لو تفتكروا في 2021 كل لوك لدينا كان احلى من التاني، خصوصا بلمساتها الاضافيه زي البندانه اللي كانت بتلبسها بالوان صيفيه، طلعت ترند جدا وتقريبا مفيش بنت ما بقتش تلبسها على البحر حتى البنات المحجبه. طب فاكرين فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونه اللي كان قلب الدنيا على السوشيال ميديا؟ وقالت نجلاء وقتها مش عيب اكون ست جريئه، انا جريئه في افكاري وفي الحياه، هي دي وصمه عار ولا ايه؟ الغريب ان بعد ما الناس انتقدتها الفستان حقق مبيعات ضخمه عند المصممه فريده تمرازه، لدرجه ان كمان اتقلد في محلات شعبيه كتير بس طبعا بكواليتي اقل، وبقى اسمه فستان نجلاء بدر. ومش بس كده، بعدها نجلاء لبست منه كمان اللون الاحمر بعد تألقها في الاسود من نفس الموديل.